اول مره اجربها معاكم، بس لا مش اخر مره، هنجربها كتير مع بعض باذن الله. بالعكس ده انا هعتمدها عندي، هعملها في الاعياد والمناسبات كمان. من حلاوتها وطعمتها انا هكررها كتير وهعملها كتير. بجد تستاهل انها تطلع ترند. هي وصفه قديمه مش جديده، بس احنا كمصريين جددنا عليها شويه وعملناها بالطريقه دي. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه عندي هجيب الدورق بتاع الخلاط، هنزل فيه بثلاث بيضات، وهنزل عليهم بكوبايه سكر وكوبايه الا ربع من الزيت، ويفضل زيت يكون نوعه كويس. والكوبايه اللي بستخدمها في المقدار بستخدمها في كل حاجه. بعد كده هنزل بالخليط بتاعي، شايفين لونه فاتح وبيكون بالحلاوه دي. واي حاجه في الدورق هنزلها لان كل حاجه محسوبه علينا. بعد كده مجهزه عندي 4 كوبايات من الدقيق ونخلهم حلوه قوي. هنزل تقريبا بثلاث كوبايات ونص، وهركن نص كوبايه على جنب. وهنزل عليها بمعلقتين كبار من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح. احنا كده مقاديرنا تمام. هنبدأ بقى ندخل في المرحلة التانية اللي هي مرحلة العجن. احنا ما بنعجنش كتير اي انواع من الكوكيز او البسكوتات او الحاجات دي ما بتتعجنش كتير. فانا بالاسباتيولا او بايدي او باي معلقة ببدأ ان انا الم العجين بالشكل ده كده. اول ما هوصل للمرحلة دي هبدأ اقسم العجينة عندي نصين. انا هنا وصلت المرحلة دي كده، فهقسم العجينة عندي نصين بالشكل ده. تبقى العجينه لسه ملزقه شويه. النص اللي بالفانيليا حطيت عليه معلقتين من الدقيق وعجنتها وبقت عندي بالشكل ده. والنص اللي بالكاكاو برضو معلقتين كاكاو وبعجنها عندي وبتبقى بالطريقه دي. بعد كده بجيب كيسين من بتوع التلاجة، بفتحهم الاتنين عشان هفرد عليهم. مهمة جدا الخطوة دي. انا ما بين الكيسين حطيت كده عندي اول حاجة هفردها اللي هي بالشوكولاتة. الكوكيز او العجينة اللي بالشوكولاتة هفردها بالطريقة دي. طبعا الكيسين مسهلة عليا، بلف الكيس كده وبلف الكيس كده بمنتهى السهولة. ونفس الطريقة عملت الفانيليا بنفس الشكل بالظبط بين كيسين، وبفرد كده. الكيس مسهل عليا، بلف الكيس يمين بلف الكيس شمال بمنتهى السهولة، ما بياخدش مني اي مجهود ولا اي تعب خالص. بعد كده هبدأ انزل بقى بالعجينة اللي بالشوكولاتة على العجينة اللي بالفانيليا، وببدأ اسويها. لو في حتة عندي زيادة بشيلها واحطها قدام بمنتهى السهولة، مفيش اي مشكلة ولا هتقف على اي حاجة. بمنتهى السهولة تاني بفردها بالنشابة، بدخل الاتنين مع بعض. انا بفردها يبقى سمكها مش رقيق قوي، بيبقى يعني قولي نص سنتي كده. بعد كده هاخد النصين على بعض، ودي اول مرحلة، دي اول تطبيقة عندي. انا هكرر التطبيقة دي 4 مرات، هنكررها 4 مرات مع بعض. وببدأ افردها برضو تاني بالطريقة دي، وهبدأ اتنيها للمرة التانية مع بعض بالشكل ده كده. ببدأ اسوي الاحرف عندي وببدأ اتنيها تاني بالشكل ده، وهبدأ افردها للمرة التانية والمرة التالتة والمرة الرابعة. رابع مرة بفردها في الصينية خلاص. دي معايا تاني مرة بالطريقة دي، شايفين بمنتهى السهولة. وهبدأ اتنيها تاني وهكرر نفس العملية زي ما قلت لكم 4 مرات. شايفين يعني بمنتهى السهولة. دي بقى معايا هتبقى دي اخر مرة، دي المرة الرابعة. هبدأ برضو افردها بالشكل ده وهسويها وهشيلها احطها عندي في صينيه مدهونه زيت، وهبدا اسويها في الصينيه اللي عندي كان مقاس 30 في 40. هي تحتاج صينيه اقل من كده شويه، يعني لو عندك صينيه مربعه اقل في المقاس شويه هتبقى مظبوطه قوي فيها. ببدا اسويها. انا ما عنديش المردانه الصغيره، فانا جبت كوبايه وببدا اسفرد العجينه بالشكل ده، او بسوي العجينه بالطريقه دي. ما تقفيش على حاجه، لازم نتصرف ونمشي امورنا. وهبدا اسوي العجينه بالطريقه دي، ودخلتها فرن على درجه حراره 200. اخدت معايا حوالي من 15 ل 20 دقيقه. واول ما بتطلع من الفرن بيكون ده شكلها وده لونها. بسيبها تهدى معايا شويه وابدا انزل عليها بالشوكولاته الخام اللي انا مسيحاها. انا استخدمت نوع شوكولاته سما بحبها قوي، استخدمت الباكت كامل. بحطه على حمام مائي او في الميكرويف، وبتسيح معاكي على 3 4 معالق من الزيت. وبقت عندي بالشكل ده كده. ببدا افرد الشوكولاته على الكوكيز بتاعي بالطريقه دي كده بمنتهى السهوله. بعد كده بدي الصينيه كده خبطتين معايا عشان اسوي اي شوكولاته عليها ويبقى شكلها منسق عندي ويبقى شكلها كويس بالشكل ده. واكون عندي كمان مسيحه معلقتين كده او مكعبين من الشوكولاته الخام البيضه. لو عندك، ما عندكيش خلاص تقدري تكتفي بهذه الطريقه، مفيش اي مشكله. ولو ما عندكيش شوكولاته خام سودا من الاول خالص ولا اي مشكله خالص، تقدري تدهني وشها مربى على جوز هند. الوصفه الجزائريه بيعملوها كده، يعني بيدهنوا الوش مربى ورشه جوز الهند، وبتبقى تحفه معاكي.
ما توقفيش على اي حاجه خالص. ببدا بالشوكولاته البيضاء، بشكلها معايا بالشكل ده كده، وباي بقى خله عندك او حرف سكينه، وهبدا اعمل فيها الشكل اللي احنا عارفينه اللي هو الزقزاق ده رايح جاي، بتديني شكل تحفه بصراحه. يعني طالعه شكلها حلو قوي، ومش قادره اقولك بقى طعمها احلى من شكلها كمان بكتير. يعني الطعم كده موديكي في حته تانية، لا انت عارفه هي كوكيز ولا هي بسكوت ويفر ولا هي كيك. حلوه قوي 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 بمنتهى السهولة بعملها. مقاديرها سهلة وبسيطة. أنا الوصفة دي أول مرة أجربها معاكم النهاردة، يعني دي أول مرة أعملها فيها. طبعا طلع ترند ولقيت في كل القنوات عاملاها وكل الناس شغالة بيها، قلت لا أجرب أنا كمان يمكن تطلع كويسة وتستاهل. بس بجد طلعت حلوة قوي قوي قوي، المفروض كنا نجربها من زمان ونعتمدها عندنا كمان في كل المناسبات. مهم جدا ان انا اقطعها وهي لسه دافيه، ما اسيبهاش لما تبرد، لو بردت هتبقى جامده معايا، ما اعرفش اقطعها، تبقى تقطع معايا يعني بصعوبه. لكن والشوكولاته سايحه عليها وهي لسه دافيه ببدا اقطعها معايا. ايه رايكم بقى في الطبقات القمر دي؟ ويفر ده ولا مش ويفر؟ والله ويفر يا جماعه، حاجه تحفه 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 بجد، من الحاجات اللي انا هكررها مره واتنين وتلاته. ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو، واشوفكم في وصفه جديده.